يسعد لي هالمسا متابعين الغاليين، أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة ومميزة. وصفة اليوم كتير مميزة. سبق قبل هالمرة قدمت لكم وصفات كتير للكيك وكلياتهم كانوا ناجحين، والدليل على ذلك تعليقاتكم الحلوة يلي كتبتولي إنه الكيك أي نوع كيك أنا منزلته ناجح معكم. اليوم رح أعطيكم طريقة كيك الحليب المغلي. عن جد هاي الكيكة تفوقت على كل الكيكات. أول شي طريقتها كتير سهلة، وتاني شي النتيجة مضمونة 100%، ومن أول مرة. كيكة هشة، ارتفاع ولا أحلى من هيك. شايفين الطراوة من جوا، الفوق القطعة الفوق لا قرشة، شي مو طبيعي. لازم تجربوا هاي الكيكة لحتى تتأكدوا بنفسكن. أول شي هون أنا استخدمت كوب المقاس يلي هو 250 ملي. شوفوا معي وركزوا معي شو رح أعمل. هلا هون هذا الكوب حطيت نصه حليب بارد، ورح أضيف عليه تقريبا تلت كوب من الزبدة. وزن الزبدة بيطلع 80 جرام. حطيت الحليب مع الزبدة على النار، على نار متوسطة، ورح أروح للمرحلة اللي بعدها. عندي هون 4 حبات بيض أنا طلعتهم من البراد، يعني مو شرط يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. وهون حطيت عليهم كوب من السكر، وضفت عليهم ملعقة من الفانيليا. وهلأ رح أخفق المكونات كتير منيح مع بعضهم لحتى يتغير عندي لون الخليط ويصير لونه أبيض. في كتير من الصبايا بيسألوني إذا كان بيقدروا يعملوا هيك خلطات من دون مضرب كهربائي. هذا الشي كتير صعب عليكم، لازم مضرب كهربائي، لأنه يعني بالمضرب الكهربائي وأخذ تقريبا 5 دقايق. فإذا بدكم انتوا تخفقوا على إيدكم قديش رح ياخد معكم وقت. يعني إذا متوفر المضرب الكهربائي بيكون أفضل بكتير، إذا مو متوفر بدكم تتعبوا شوي لحتى توصلوا لهذا القوام. وهلا هون بعد ما خفقت وشوفوا اللون اللي وصلت له، رح انزل هون عندي هون هذا الكوب مقاسه التلت. ما عبيته على الآخر، تقريبا 3/4. ورح ننزل الزيت على الخليط وبرجع بخفقه شوي تاني، يعني تقريبا أقل من دقيقة. وخلص هيك الخليط صار عندي جاهز. وهلأ بنرجع للحليب والزبدة. الحليب على النار، وطبعا أنا بدي إياه يغلي، بس مو يعني لدرجة إنه يصير كتير عم يغلي. بس هيك شوفوا معي، مجرد ما بلش هيك تطلع فقاعات إنه رح يغلي، طفي النار، وهيك صار عندي الحليب جاهز. وهلأ رح شغل المضرب الكهربائي، ورح نزل الحليب شوي شوي على 3 مراحل، وأنا عم أخفق هيك لحتى تخلص عندي كمية الحليب بالكامل. شايفين مجرد إنه يختلط عندي برجع بنزل. هلأ في ناس بتنزله دفعة واحدة، أنا ما بفضل إنه نزله 3 دفعات، هيك بيكون أأمن وأحسن. وبعد ما نزلنا الحليب المغلي على البيض، شايفين القوام هيك لازم يكون عندي. هلأ بنحكي عن الطحين. بالنسبة للطحين بالوزن 280 جرام، والبيكنج باودر بالوزن بيطلع 16 جرام. بالمقاسات الطحين بيطلعوا كوبين، وكمان البيكنج باودر بيطلعوا ملعقة طعام. كتير خطوة مهمة إنه ننخل الطحين. أنا نخلت الطحين قبل ما يعني نزله على الكيك أو على الخليط 3 مرات، وهي المرة الرابعة وأنا عم نزل الطحين هو منخل، هيك بيكون أفضل. وكتير إنه منيح تنزلوا الخليط أو الطحين بالتدريج، يعني مننزله على 3 دفعات. أول دفعة مننزل الطحين، منخلط، بيختفي عندي الطحين، برجع بنزل الدفعة التانية، ونفس الشي بحرك لحتى يختفي عندي الطحين. هيك ما بصير عنا تكتلات، ما بينزل عنا الخليط يعني لتحت، بالعكس بيرتفع معكم. شايفين طريقة كتير يعني بسيطة وسهلة، بس هي ملاحظات صغيرة لازم نمشي عليها. وبعد ما نزلت كمية الطحين بالكامل، شايفين بالتدريج ما صار عندي أي تكتلات ولا صار عندي صعوبة بالتحريك، لأنه إذا بتنزلوا الطحين كله دفعة واحدة رح يبلش يكبتل معكم. وتعالوا بقى حلوا هالمشكلة لحتى تقدروا تطالعوا منهم هالكباتيل أو الشغلات اللي رح تصير بقلب الخليط، كتير رح يصير صعب عليكم. أما هيك بالتدريج وشوي شوي رح تكونوا كتير مبسوطين وانتوا عم تشتغلوا بالكيكة، لأنه ما رح توقعوا بالمشاكل. هلا هون بعد ما خفقت كتير منيح، شوفوا القوام الخليط عندي كيف صار. كتير قوامه حلو. هلا هون مشان الزنخة رح احط ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، هيك ما بيضل عندكم ولا ريحة زنخة.
وهون أنا رح أحط يعني مركز البرتقال. انتوا إذا حبيتوا حطوا، إذا ما حبيتوا هذا الشيء اختياري إذا متوفر عندكم، أو إذا حبيتوا تحطوا برش برتقان بقلب الخليط بيعطي طعمة كتير طيبة. طبعا إذا انتوا حابين هذا الشيء، ما لكم حابين ففيكم بس تحطوا شوية خل. الخل بيقضي على أي ريحة بيض بقلب الخليط. وهلا رجعت خلطتن. هلا شوفوا معي بس حطيت الخل كيف رح يصير الخليط كمان فيه فقاعات، شايفين فيه هواء. الخل مو بس لريحة البيض، الخل بيخلي الكيكة تنجح معكم. عن جد جربوه معلقة خل صغيرة بقلب خليط أي كيك وشوفوا كيف النتيجة بتطلع معكم غير شكل. هلا هون صينيتي تقريبا قياسها 24 ل 26 سنتي، معلش. هون حطيت أول شي ورق زبدة بالأرضية، ودهنت زبدة بأطراف الصينية مثل ما كنتم ملاحظين بهالشكل. بس أنا الصينية اللي عم بستخدمها ما لها لاصقة، فاكتفيت بس بالزبدة. إذا أنتوا الصينية اللي عندكم بتلزق فحطوا لها كمان طحين، هيك بيكون أضمن لإلكن. وبعدين نزلت الخليط بقلب الصينية. طبعا قبل كل هالحكي وقبل ما بلش ولا حركة، أكيد الفرن لازم يكون شغال على درجة حرارة 170 من فوق ومن تحت. هون بعد ما نزلت الخليط شوفوا لازم تعملوا هاي الحركة لحتى تطلع عندكم قالب الكيك كله هيك سطح متساوي، ما يكون شي طالع وشي نازل. وهلا حطيت صينية بالفرن. شوفوا معي، حطيت الصينية بأول رف من تحت، الفرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة 170. رح تاخد معكم الصينية بالفرن من 35 ل 40 دقيقة. انتو خلوها بالفرن لحتى تاخد هذا اللون. يعني انتو لا تفكروا انه هي خلصت، لا، اتركوها تاخد يعني لل40 دقيقة. معلش، كل ما طولت بالفرن كل ما بتعطيكم لون أحلى، ما رح تحترق وما رح يصير لها شي. أهم شي إنكم تحطوا درجة الحرارة تكون مظبوطة. وبعدين حطوا خرمة الأسنان، عودة خشب بقلبها، وشوفوها إذا طلعت ناشفة. إذا طلعت ناشفة معكم معناتها الكيكة صارت جاهزة. شايفين ناشفة على الآخر. وهلا هون أنا الكيكة لساتها سخنة وبدي أفتح القالب، لأنه ما عاد عندي صبر عن جد على قد ما كان لونها حلو إني استناها لحتى تبرد. وجبت محرمة، استعنت بالمحرمة لحتى رفعت القالب. وشوفوا لي هالمنظر، شوفوا لي هالكيكة، عن جد كيكة. يعني قديش جربت كيك وقديش عملت مقادير كيك وكلهم ناجحين الحمد لله، بس هاي الدرجة الأولى بتاخد نمبر 1 يعني اللون، الطعمة، الشكل، الارتفاع، كل شي. يعني عن جد كيكة يعني تستحق إنكم تجربوها. وكتير سهلة مثل ما شفتوا، ما بدها شوية خطوات بسيطة. أعطيتكم كل الأسرار لحتى تنجح معكم. وهيك متابعين الغالين، وصفتي للكيك صارت جاهزة. بتمنى تكون عجبتكم طريقتي، جربوها وألف هنا على قلبكم. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، لا تنسوا تدعموا الفيديو وتدعموني. شكرا كتير لكم، بشوفكم بوصفات جديدة. سلام عليكم.